على افطار المحبه ولقاء المحبه. ودي اجمل كلمه الواحد بيقولها دايما، يعني دايما حتى في المقالات بنكتب عن كلمه افطار المحبه. افطار المحبه دي كلمه كبيره جدا، عباره تعني الكثير وتحمل الكثير من المعنى. فبشكر جدا الكنيسه الانجيليه بمدينه نصر ودكتور عزت انه دائما يتذكرني بهذه الدعوه. والسنه دي معايا ابني عمر، هو سعيد جدا بحضور هذا الافطار الجميل. دكتوره سوسن كمان استاذتي معانا. فيعني شكرا جدا جدا بجد. يعني الطائفه الانجيليه اياديها البيضاء على الوطن كثيره ومشهوده في جميع المواقف، ودائما ما يقدمون الدعم لكل حتى الجمعيات الأهلية اللي بيعملوها، الأنشطة المجتمعية اللي بيعملوها للتوعية والمحو الأمية ولمساعدة المعوزين والفقراء. هي جهد الكنيسة الإنجيلية مشهود منذ القديم، فدايما يا رب متجمعين على الكنيسة والشعب المسلم اللي موجود. بتكون فرصة الحقيقة إن احنا نتبادل التهاني ونظهر عظمة هذا الشعب. أنا مش هقدر أضيف كلام بعد اللي قاله الدكتور سعد الهلالي وجناب القس الدكتور أندريا زكي والإخوة الأفاضل اللي سبقوني بالكلمة، لكن كل اللي أقدر أقوله إن أنا سعيد جدا وببقى منتظر هذا اليوم والدعوة الكريمة من أخويا العزيز الدكتور القس عزت علشان يعني أحضر هنا وأسعد بهذا الجمع الكبير اللي بيعبر عن عظمة الشعب المصري. كل سنة وحضراتكم طيبين والكنيسة الإنجيلية في خير ورخاء. وجناب القس الدكتور أندريا زكي دايما مجمعنا مع جناب القس الدكتور عزت على المحبة وعلى الخير وعلى السلام إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. محب الله وأبغض أخاه فهو كاذب. ولما يقول أخاه يقصد أخاه في الإنسانية، مش أخوه الشقيق، أي إنسان. ودايما أقول اللي يحب الله يحب كل الناس، اللي يحب ربنا يخدم كل الناس، لا يميز بين إنسان وإنسان، ولا بين جنس وجنس، ولا بين طائفة وطائفة. أنا بقول دايما كده، فمش عايز أطول وأتكلم كتير. أنا حبيت بس في البداية أقول للجميع أهلا وسهلا بيكم، عشان هنعمل ترحيب بعد كده بصورة كبيرة وهنسمع كلمات كتير. لكن أنا حبيت إن احنا نبدأ دلوقتي ونسمع النشيد الوطني من مطربة الأوبرا الجميلة الرائعة زينب بركات. زينب بركات جاية ومجهزة لينا النشيد الوطني.